الشكر لكم سيدي وزير التربية الوطنية على ما تفضلتم به بيانا وتفصيلا أن العملية التربوية وإنجاح هذه الامتحانات مساهمة مؤسساتية ومجتمعية على حد سواء، وأنه من الوفاء لرسالة الشهداء والمجاهدين أن استرجاع السيادة الوطنية ليس فحسب التحرر من نير الاستعمار، وإنما إعادة مجد تليد. الرئيس الوحيد في العالم هو من يفكر بشعبه، ومن كل الطبقات أجمل حاجة هي الفخر في عيون أبنائهم، والأهم من هذا هو كل شيء عادي، لا ركوع ولا سجود ولا بوس الإيدين كما يفعل البعض. والله أجمل وأروع لقطات في العالم دون منازع. اللهم احفظ الجزائر من عيون الحاسدين والحاقدين، من همزات الشياطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهديني إخواني أحبائي، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة مع أخوكم إياد أبو الأسمر ابن فلسطين. إخواني عزيزة المشاهد، أختي المشاهدة، اليوم حلقتنا كمان نشاهد عن مين؟ عن من نفتخر به جميعا، عن عمي تبون، وكيف كرم المتفوقين في الجزائر وما قالوا لمكران محمد أمين. على كل حال عزيزة المشاهد، أختي المشاهدة، ما بدي أطيل عليكم، دعونا نتوجه ونستمع ونشاهد مع بعضنا البعض. بس بتمنى منكم بالبداية حتى صوتنا يصل إلى كل مكان في العالم، فضلا وليس أمرا، الكل فجرونا هاي الحلقة في لايك، اشتراك في القناة، تفعيل الجرس، وصلوا صوتنا إلى كل مكان بالعالم. بسم الله وعلى بركة الله، خلينا نتابع بعد الفاصل، ابقوا معنا. الشكر لكم سيدي وزير التربية الوطنية على ما تفضلتم به بيانا وتفصيلا أن العملية التربوية وإنجاح هذه الامتحانات مساهمة مؤسساتية ومجتمعية على حد سواء، وأنه من الوفاء لرسالة الشهداء والمجاهدين أن استرجاع السيادة الوطنية ليس فحسب التحرر من نير الاستعمار، وإنما إعادة مجد تليد، وهو أن الجزائر كانت ولا تزال قبلة ومنارة للعلم والعلماء، وما الاهتمام بنشأة الصبيان في أدائهم هذا وفي نجاحهم بهذه الامتحانات إلا إكراما للعلم وأهله. سيدي رئيس الجمهورية، ندعوكم فضلا لأن تتصدروا القاعة لتكريم المتفوقين والمتفوقات في امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط لسنة 2024. المتفوق الأول في امتحان شهادة البكالوريا محمد أمين مقران، هو الحاصل على شهادة البكالوريا بمعدل 19.62. نعم، 19.62 في شعبة الرياضيات، أصيل ولاية تيبازا. يحظى بميدالية يوشحه إياها السيد رئيس الجمهورية وهدية ومكافأة مالية. التلميذة الثانية وطنيا ماريا إيناس راحب، تحصلت على شهادة البكالوريا في العلوم التجريبية بمعدل 19.54. نعم، 19.54، وهي أصيلة ولاية وهران. توشح ميدالية من السيد رئيس الجمهورية، كما تحظى بهدية ومكافأة مالية. المتفوقة الثالثة وطنيا التلميذة وصال أولم، حصلت على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.52،
وهي أصيلة ولاية خنشلة وتحديدا الولاية المنتدبة قايس. توشح بميدالية من السيد رئيس الجمهورية وتحظى بهدية ومكافأة مالية. إلى المتفوقين الأوائل وطنيا في كل شعبة، يتقدم التلميذ أيوب شرفاوي حصل على شهادة البكالوريا شعبة هندسة ميكانيكية بمعدل 19.25، أصيل ولاية تلمسان. يحظى بدرع تكريمي وهدية ومكافأة مالية. والله أكبر تحية لعمي تبون على تواضعه، أقسم بالله أنه أنت إنسان متواضع والله يا جماعة الخير. وإن سنيته اللي بدي أحكيه وفقك الله. أبناء الجزائر اللي ما فيه خير لبلاده وللعباد، كل الاحترام والتقدير لأصحاب ذوي الهمم وتشريفهم وتكريمهم من سيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. تبارك الله على أبناء الوطن الجزائري. والله لقطات مؤثرة بكل صراحة، لقطات من أب الجزائريين اللي رافع راس الجزائر شامخا. وتحيا القائد الهمام شنكريحة. وستبقى الجزائر عسكرية قوية لا مدنية مثلية ولا مهلكية. بتحية. خلينا نتابع. تتقدم التلميذة ضحى حوابس حصلت على شهادة البكالوريا في شعبة اللغات الأجنبية بمعدل 18.80، أصيلة ولاية قسنطينة. تحظى بهدية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة إيمان رحامنية، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا شعبة التسيير والاقتصاد بمعدل 18.63، أصيلة ولاية الطارف. تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية. المتفوقة الأولى في شعبة الآداب والفلسفة التلميذة عبير قتوم، حصلت على معدل 18.06 وهي أصيلة ولاية خنشلة. بدورها تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. إلى المتفوقة الأولى في شعبة الموسيقى الفنون في أول بكالوريا للفنون التلميذة وجود حمام، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا شعبة فنون بمعدل 17.41 من مديرية تربية بالجزائر وسط. تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. إلى المتفوقين الأوائل من مدارس أشبال الأمة يتقدم شبل رياض قلوش جديد، هو الحاصل على شهادة البكالوريا في شعبة الرياضيات بمعدل 19.10 عن مدرسة أشبال الأمة بوهران.
يحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم شبلة الأمة عائشة بن عبد الرحمن، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا تخصص رياضيات بمعدل 19.02 من مدرسة أشبال الأمة بوهران. تحظى بدرع وهدية وشهادة ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. إلى المتفوقين من ذوي الهمم تتقدم التلميذة السميعة هاجر شرقي، حصلت على معدل 17.87 في شهر. والله تحس بالفخر بعمي تبون، بتعامل معهم يا جماعة الخير مثل الأب، والله مثل الأب، مثل كيف تعامل الأب لأولاده نفس الشيء. هؤلاء النخبة الحقيقية للجزائر وعلى منهج بومدين رحمه الله سائرون، وما ننسى فضل رجال محاربي العشرية السوداء، بفضلهم وصلوا إلى الأمن والأمانة. هذا الرئيس تبون أو الرئيس الحقيقي، مبروك عليكم شباب مستقبل الجزائر، تستحقون فعلا هذا التكريم، وتحيا عمي تبون ويحفظ الجزائر من الحاقدين. هذا هي الجزائر الأبية. عاش عمي تبون والجيش الوطني الشعبي، وعلى رأسهم البطل الكبير شنقريحة. وكل الشكر لعمي تبون باهتمامه بأجيال المستقبل ومع فلسطين ظالمة أو مظلومة. عزيزة المشاهد، أختي المشاهدة، أتمنى منكم في نهاية هذه الحلقة دعواتكم لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وحابب أعطيكم الخبر العاجل. في الساعة 24 الساعة الماضية سقط 13 شهيدا في الضفة الغربية في محافظات متفرقة. الرحمة على جميع شهدائنا الأبرار. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، لهنا بنكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وإذا حابين صوتنا يصل للعالمية بس من خلال إنك تعملنا لايك لهذه الحلقة. إذا أنت مش مشترك في القناة وأول مرة بتشوفني، اشترك وفعل الجرس، حطه على الكل عشان يوصلك كل شيء جديد ونوصل صوتنا إلى كل مكان بالعالم. محبتي لكم، كان معكم أخوكم إياد أبو الأسمر ابن فلسطيني وعاشق أرض الجزائر. واستنوني في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر أخونا الجندي المجهول دائما في تصوير جميع الحلقات، أخونا حمودي الديري. محبتي لكم والسلام عليكم. سجل اسمي كنعاني وأنا عاشق أوطاني، تراب الأرض يعرفني في فلسطيني، أرسل شوقي للثائر جبال العالي الجزائر، عالعدا غاير يا ابن الجزائر. تحياتي لكم من قلب فلسطين، أخوكم اليوتيوبر إياد أبو الأسمر، فلسطيني وعاشق أرض الجزائر.